اهلا وسهلا بكم حبوبات، مساء النور، مساء الفل، ومساء الحب والمحبه على جميع متتبعات قناه انتي احلى. عسلامه ومرحبا بكم حبوباتي. اليوم جيتكم باحلى وصفه لمنع تساقط الشعر ولملء الفراغات الاماميه اللي تكون احيانا وراثيه، والا بتقدم العمر، والا بسبب مرض ما مثلا تتساقط، والا الفراغات من الأماكن الأمامية من هوني هذه، والبقعة مكان الغرة القصة هذيك تكون فارغة أو تكون فيها الشعر متفرق. معناها هذيك نعجلوا بالوصفات حبوبات قبل ما نمشيو للوصفة. نعجلوا بالوصفات قبل ما يصير صلع وتصير معناها فاضية وفارغة تماما، أو شيء مش حلو خاصة للمرأة. خلينا نمشي حتى للرجل، راهو دول نلقفوها ونعالجوها بإذن الله. العلاجات بسيطة من البيت بإذن الله، تمتلئ الفراغات ويصير فيه تكاثف كثافة للشعر. حبوبات قبل ما نمشيو للوصفة، هما وصفات، عدة وصفات جبتهم لكم قبل ما نمشيو للوصفات هذوما. فضلا وليس امرا المشتركه في القناه تعمل لايك، واللي دخلت جديده تعمل اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. اهلا وسهلا بكم حبوبات. من اهم الوصفات هو الثوم تحفه للشعر. يا اما زيت الثوم، وسهل تلقاوه، انا حضرته العديد من المرات معكم في القناه، سهله طريقه تحضيره. او زيت البصل ونخلطوهم مع بعض ونعملوا بهم تدليكه قبل ما نغسلوا الشعر بساعه هكا بساعتين. او ثوم نفرموه مباشره، الثوم طازج نفرموه ونحطوه في زيت زيتون، ولا نهرسوه ونحطوه في زيت الزيتون. ماذا بكم زيت الزيتون يكون دافي شويه، نخليوه لمده نصف ساعه ونعملوا به تدليك قبل الدوش، زيد قبل ما نغسلوا قبل غسل الشعر نخليوه لمده ساعتين وبعدين نغسلوا. ما زاد فما وصفه الجرجير اللي هو في الدول المغاربيه قليل وجوده، مثلا في المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب نتصور مش موجود بكثره. موجود في الشرق الاوسط، معناها في خاصه في مصر. الجرجير معروف، هو نبته هو كما السلق، نبات كما السلق، اوراق كما السلق. نفرموهم وناخذوا العصير، والا اذا كان الشعر ارطب ما يصيرش تحطوه الخليط هذاك على الشعر. ندلكوا به زاد ندلكوا به الشعر لمده زاد دقائق، ونغطيوه ونخليوه ما يقارب نصف ساعه وبعدين نغسلوا. هذا من اهم الوصفات. كما زاد عندنا وصفه تحفه اللي هو، وانا اللي مجربته، هي وصفه الدرسين اللي هي القرفه. الدرسين اللي هو عواد القرفه، تاخذوها ما تاخذوش القرفه مطحونه، لانها راهي تبرد طول المده. اذا كانت تطحنوها وتخليوها ولا تشروها مطحونه ما تعطيكمش نفس المفعول. ناخذوا الدرسين اللي هو العواد هذوكم القرفه، نطحنوهم وما يقارب مغرفه صغيره في 2 مغارف كبار من زيت الزيتون، نخلطوهم خلي يتجانسوا مع بعضهم، نخليهم زيدهم يرتاحوا لمده نصف ساعه، ونعملوا بهم تدليك لمده دقائق قبل الدوش بنصف ساعه. نخليوها لانها هي تحرق راهي. والحبوبات الوصفات اللي نعطيهم لكم الكل ما تعمل الوصفه على شعرك ولا على بشرتك ولا على اي مكان الا ما تجربها. نجربوها في الاماكن عندكم هذه اللي هوني، نجربوا اذا كان البشره تتحسس نجربوا لهني، ونجربوا تحت الوذن، تحت الاذنين، جربوا تحت الاذنين. هذم اذا كان باش نجربوا الوصفات نخليهم لمده 15 دقيقه ونشوفوا رده الفعل مع الوصفه هذيك. اذا كان صار فيها حريق والا التهاب والا حمار نبعدوا على الوصفه هذيك. كما زاد فما زاد الفلفل الاخضر، زاد الفلفل الاخضر تحفه. نجموا نعملوا منه زيت. كما زاد حبوبات موجودة في وصفة الفلفل الأخضر، وهنا زاد موجودة تلقاوها عندي في القناة مقطع فيديو. الفلفل الأخضر الحامي الحار السخون الحار نقصوه قطع شرائح، ونضيفوا له زيت الزيتون، نخليوه لمدة 15 يوم، كل نهار بعد نهار نرجوه
ونصفيوه، والزيت هذاك ندلكو به قبل الاستحمام. حبوبات هذه هي اهم الوصفات. جربوهم، خاصة اللي عندهم في الوراثة الفراغات بسبب الوراثة. ماذا بيك من قبل تلقف الأمور وتحاول دائما تستعمل وصفة من الوصفات هذه، وتشوف أنا هي واحدة منهم اللي تتمشى معاك، تقعد شادة معاها على الأقل 3 شهور. بعدها الوصفة نقعدوا مواظبين عليها لمدة 3 شهور بإذن الله تعطي نتيجة. هذم هما أهم الوصفات. حبوبات راهم مجربين. تبع هذم هما أهم الوصفات، حبوبات مجربين. خذوا الوصفة اللي تساعدكم، وبإذن الله إن شاء الله تكون فعالة. ثم بقى لي كنقول لكم إلى اللقاء، وتصبحون على محبة.